أغرب 10 مدارس حول العالم. مدرسة السحرة. تدرس هذه المدرسة فنون السحر للطلاب من جميع أنحاء العالم، وتضم 40,000 طالب يتلقى معظمهم التدريب عبر شبكة الإنترنت. وكان لها مقر في مدينة روزفيل بولاية شيكاغو قبل نقله إلى ولاية ماساتشوستس، وهي نفس المدينة التي أدين بها 200 فرد بممارسة السحر وحكم عليهم بالإعدام بين عامي 1692 1693. مدرسة بروكلين الحرة مقسمة لقسمين، قسم للطلاب بين 11 و 18 عاما، وآخر للطلاب بين 4 إلى 11 عاما. ولا توجد مناهج دراسية بهذه المدرسة، ويسمح لطلابها باختيار الحجرة الدراسية التي سيدرسون فيها، ولهم حرية اختيار ما يدرسونها، فمنهم من يختار أن ينخرط في دراسة تستمر لسنوات أو يقضي وقته في اللعب والتسلية. ويضع الطلاب في هذه المدرسة قواعد الدراسة، ويعتبرون هم المديرون الحقيقيون للمدرسة، بينما المعلمون فيها مجرد عامل مساعد. مدرسة المستقبل بفيلادلفيا افتتحت عام 2006، ولا يستخدم الطلاب أي كتب ورقية في هذه المدرسة، بل يعتمدون بشكل كامل على الحواسب بمختلف أنواعها. ويلقي المعلمون فيها محاضراتهم باستخدام شاشات عرض ذكية عوضا عن السبورة التقليدية، ويستخدم الطلاب خزانات ذكية يفتحونها بكروت ممغنطة. مدرسة الدعارة ترابايويا. افتتحت مدرسة ترابايويا وتعني حان الوقت العمل في مدينة فالنسيا بإسبانيا، بهدف تعليم فتيات الليل أفضل أساليب العمل في مجال الدعارة، وهو قانوني في إسبانيا، وتستقبل الطلاب من الجنسين، ويستمر التدريب فيها لمدة أسبوع واحد. وتتضمن الدراسة محاضرات نظرية وعملية بتكلفة 100 يورو، حيث يدرس الطالب فيها تاريخ نشأة وتطور الدعارة والمهارة المطلوبة لتنمية نشاطهم. مدرسة هارفي ميلك سميت باسم ناشط في مجال الدفاع عن حقوق المثليين، وأنشئت في نيويورك بهدف منح الشهادات الدراسية للمثليين من الرجال والنساء والمخنثين والمتحولون جنسيا. وتفتح المدرسة أبوابها لجميع الطلاب بصرف النظر عن هويتهم أو ميولهم الجنسية. ومنذ عام 1985 مثل هؤلاء الطلاب في الحصول على شهادة جيد التي تعادل الشهادة الثانوية الأمريكية. مدرسة جولو الابتدائية تقع في أحد جبال قرية جولو الصينية، وهي منطقة جبلية وعرة لا يصل إليها إلا طريق صخري ضيق مليء بالمنحنيات الخطرة، ويديرها مدرس واحد يدعى شين كوين. جاء إلى القرية جولو عمره 18 عاما، وكانت المدرسة في حال يرثى لها، وتعاون مع أهالي القرية لتطوير المدرسة وإنشاء مرحاض بها بعد أن تكررت حوادث سقوط وإصابة الطلاب أثناء ذهابهم لقضاء حاجتهم في الجبل. مدرسة آبو الابتدائية أول مدرسة تحت الأرض في الولايات المتحدة، أنشأها الرئيس الأمريكي جون كينيدي في فترة الحرب الباردة بين بلاده وروسيا، في إطار مساعيه لإنشاء مبان حكومية يمكن استخدامها كملاجئ تحمي المواطنين من هجمات نووية محتملة. والمدرسة مبنية بالكامل تحت سطح الأرض، ولها 3 مداخل، كل مدخل منها مؤمن ببوابة حديدية من الصلب المضاد للانفجار تزن 800 كيلوغرام. والمدرسة مصممة لتقاوم الإشعاع الناتج عن انفجار نووي بقوة 20 مليون طن. مدارس داخل القطار. قررت المعلمة الهندية إندرجيت كورانا نقل المدرسة إلى الأطفال الذين تراهم يتسولون في القطار، بعد أن تيقنت من أنه يتعذر نقلهم إلى المدارس. وبدأت برنامجها عام 1985 بتعليم 4000 تلميذ في مختلف أنحاء الهند، وضم هذا المشروع أطفال الشوارع والأطفال العاملين وأبناء العائلات الفقيرة. يتجمع الأطفال بين محطة القطار ليتعلموا القراءة والكتابة بوسائل مسلية مثل الغناء والموسيقى والصور. وتطور هذا المشروع لإنشاء مؤسسة خدمة مجتمعية تعرف باسم مدرسة روشيكا، توسعت في نشاطها فيما بعد لتمد عائلات الطلاب الفقراء بالغذاء والعلاج. مدارس عائمة. تتعرض بنغلاديش مرتين كل عام لفيضان يؤدي إلى صعوبة الحصول على المياه النظيفة والكهرباء، فيتوقف الطلاب عن الذهاب لمدارسهم. وقد ابتكرت إحدى المنظمات غير الحكومية حلا لهذه المشكلة، حيث أنشأت منازل ومراكز رعاية صحية، بل ومدارس عائمة، حيث أنشأت 100 مدرسة عائمة تستخدم الطاقة الشمسية مزودة بمكتبة صغيرة وخدمة إنترنت. مدرسة دونزنهونغ الابتدائية، وتقع بداخل إحدى الكهوف الجبلية في قرية صينية تسمى مياو، ويعني اسم هذه المدرسة بالصينية داخل الكهف. وتقع هذه القرية في إحدى أفقر المقاطعات الصينية، فقررت إدارة البلدية بهذه المقاطعة إنشاء هذه المدرسة عام 1984، وبدأت ب8 معلمين و186 طالب.